انتهى عصر اليوم اجتماع الرئيس محمد مرسي مع الأحزاب والقوى السياسية دون أي نتيجة أو اتخاذ أي قرارات فعالة. الرئيس مرسي في نهاية الاجتماع قال: سنحاول تقريب وجهات النظر وسنبحث كل المقترحات وهنلتقي ثانية بعد العيد مباشرة. أقدر ما تقترحونه ولكن اتخاذ القرار له حسابات أخرى. كما أضاف الرئيس: لا يمكن أن نتفق بنسبة 100%، وأشجع الاختلاف في الوسائل لكن لا خلاف في المبادئ، ويجب أن يفترض الجميع الوطنية في بعضهم بعضا والحرص على مصلحة البلد. الاجتماع ده بيعول عليه كثيرا في ظل زي ما قلنا لحضراتكم الكرة أصبحت في ملعب الجمعية التأسيسية، الحكاية محتدمة وبشكل كبير. وجود الرئيس كرمانة ميزان في هذا الموضوع جزء مهم وبشكل كبير. المهم النهارده كمان في الاجتماع القوى السياسية مع الرئيس حدثت مشادة جانبية بين سامح عاشور وعصام سلطان بسبب دفاع عاشور عن النائب العام والوقوف ضد قرار الرئيس بإقالته، فيما كان ورد سامح عاشور قويا وحدا على عصام سلطان حتى احتدت المناقشة بينهم وتدخل الرئيس مرسي لحل الخلاف. النائب بمجلس الشعب السابق الأستاذ عصام سلطان، أهلا وسهلا بيك. أهلا أستاذ معتز، أهلا بيك. الخناقة كانت يمكن طغت على فحوى الاجتماع من الأصل على كل المواقع يا أستاذ عصام. ما كانش في خناقة ولا حاجة، وما كانش هو موضوع النائب العام خالص. أيوة، طب وضح لنا الصورة بقى لو تكرمت. بس اتفضل. أولا مش خناقة، هو يعني مناقشة كان فيها حماس وحماس زي أستاذ سامح عاشور هو بدأ الكلام وكان له وجهة نظر، وهو أن التأسيسية دي مهلهلة، وأن الجمعية أن قرار محكمة القضاء الإداري بالأمس جاء كاشفا عن أن القانون غير دستوري، وأن يجب وقف أعمال الجمعيات التأسيسية وإعادة تشكيلها مرة أخرى، وما فيش حاجة اسمها أن احنا نقعد عشان خاطر نتكلم في دستور توافقي من غير ما يتخذ قرار بشأن التأسيسية من حيث المبدأ. ده كان كلام أو ملخص كلام الأستاذ سامح، و كان في شيء من الحماس وشيء من الشدة والقوة يعني. أنا الحقيقة اتكلمت وقلت لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان صدر فعلا بالامس قرار بالاحاله الى المحكمه الدستوريه، حاله القانون الى المحكمه الدستوريه، وده شانه شان اي قرار بيصدر كل يوم زيه عشرات القرارات من المحاكم. وهذه القرارات اسمها في القانون قرار غير منهي للخصومه. بمعنى ايه؟ ان ده قرار تمهيدي، زي بالظبط ما المحكمه تقرر احاله الدعوه اللي قدامها الخبير، عشان الخبير يحسب اذا كانت قضيه شركه مثلا 5 و5 10 و10 ب10 ب100 وهكذا. فالقصه مش يعني. وبعدين ممكن لما يروح الملف للمحكمه الدستوريه، من الممكن ان المحكمه الدستوريه تحكم بالدستوريه، ومن الممكن ان تحكم بعدم الدستوريه. يعني يجب ان تتساوى عندنا كل الاحتمالات. ثم هيعود الملف مره اخرى الى مجلس الدوله. من الممكن ان يحكم مجلس الدوله بقبول الدعوه ويجيب الطالبين الى طلباتهم، ومن الممكن ان يحكم برفض الدعوه او بعدم قبولها. مطلق مش مظبوط. اذا كل الاحتمالات قائمة، ويجب ان احنا كمواطنين ننظر الى القضاء على ان كل الاحتمالات قائمة. احنا ما نعرفش الحكم شكله ايه. كون الاستاذ سامح متحمس لهذه الدرجة دي معناها ان في كلام عن الحكم، وبصراحة انا حاسس ان فعلا في كلام عن الحكم. وانا بقول ان المحكمة الدستورية العليا ما غير متصور اطلاقا ان يشارك في اصدار هذا الحكم. وفي نظر هذه القضية من سبق واعلن رأيه في كل الصحف زي المستشارة تهاني كبالي وفي كل المواقع من ان الجمعية التأسيسية دي شيطان رجيم، وبالتالي هي لما هيجي لها الملف وقد سبق ان كونت عقيدة، الملف ملوش لازمة بقى. يعني قراءة الملف من باب تحصيل الحاصل، لان في عقيدة متكونة عن هذا الملف الذي امامها، وهو سبب كافي من اسباب الرد، سبب كافي من اسباب عدم صلاحية القاضي للفصل في هذا الملف او في هذه القضية. وبالتالي المفروض انا طبعا ساعه ما اتكلمت على الاستاذه تهاني كبالي او مستشاره تهاني كبالي، الاستاذ سامح انفعل، فقلت له لا دي زميلتك كانت في الحزب الناصري. قال لا دي كانت زميلتنا في نقابه المحامين. قلت له في الحزب الناصري؟ قال في اتحاد المحامين العام. قلت له لا وفي الحزب الناصري؟ قال في الحزب الناصري. كانت عضو في المكتب السياسي، وده مش عيب، ده حاجه جميله. ممارسه العمل السياسي ده شيء يعني ندبت اليه المحكمه الدستوريه العليا، وجعلت المواطن الذي يمارس حقوقه السياسيه ده مواطن ايجابي عكس المواطن السلبي.
وبالتالي فكره ان هو ده اللي انا طرحته بقى على قلت له انت نقيب المحامي، احنا كمحامين 500,000 محامي في مصر عملنا ايه قصاد الظاهره دي؟ في ظاهره الان موجوده في مصر، وهو ان عدد من الاحكام القضائيه بتتعرف قبل ما تطلع. احنا عملنا ايه للعداله؟ هل ده مما يطمئن المواطن اللي قاعد في بيته على قضيته اللي موجوده في المحكمه؟ احنا عايزين نشوف حل لهذا الموضوع. ما ينفعش يبقى فيه قضيه متداوله او هتتداول امام محكمه والراي فيها معروف او الحكم فيها معروف، شيء مرعب. لا هو كمان الوضع هنا كمان ذو خصوصيه زياده يا استاذ عصام، ان كمان المحكمه الدستوريه للاسف الشديد خصم وحكم، يعني هي كمان ابدت اعتراضات كبيره جدا. الدكتور ماهر سامي له تصريحات وانا طابعها، وانا هروح احضر في القضيه دي وهقدم الكلام ده وهقول ان ازاي انت هتفصل في هذه القضيه او هتبقى عضو في هذه المحكمه ولك راي في الجمعيه التاسيسيه؟ ازاي؟ ما ينفعش. القانون لما نقرا قانون المرافعات استاذ معتز فيه ان ده سبب من اسباب التنحي، يجب ان القاضي يتنحى او سبب من اسباب الرد. يعني لو احد الخصوم طلب رد القاضي في هذا يجب ان يستجاب له، واخد بالك؟ عشان خاطر نشيل ما علق. طب ما هي الناس هتتساءل، المحكمه الدستوريه المفروض ان هي اعلى سلطه قضائيه، لما ترد المحكمه الدستوريه طب مين يفصل في هذا الموضوع؟ على الاقل رد القضاء اللي ابدوا راي، ما في قضاة تانيين ما اتكلموش في الصحافه. ايوه ده من حقهم، بس برضه هيكونوا متاثرين باراء زملائهم. ما احنا في ازمه كبيره، لازم نعترف ان احنا في ازمه كبيره يا استاذ عصام. فاكر قانون العزل؟ طبعا. قانون العزل حصل ايه؟ اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه ابدت فيه رايا وقرارا وقالت ده انا مش هطبقه. اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه دي فيها 2 اعضاء في المحكمه الدستوريه، رئيسها الشيخ فاروق سلطان اللي هو الان على المعاش، والامين العام بتاعها المستشار تامر فجات موجود في المحكمه الدستوريه. فلما راح الملف للمحكمه الدستوريه عشان تحكم فيه بدستوريه او عدم دستوريه في القانون، كان من الواضح جدا انها لازم تحكم بعدم الدستوريه، لان رئيس المحكمه له راي في هذا الموضوع. ايوه. فتاثر الباقون براي رئيس المحكمه. يعني احنا الحقيقه، وبعدين نرجع نقول ان الناس يا جماعه، ما احنا بنتكلم على استقلال القضاء، نسكت ازاي قدام ظاهره زي دي؟ يعني احنا لابد من ان احنا كمشتغلين بالقانون، 500,000 مشتغل بالقانون في نقابه المحامين، يجب ان هم يكون لهم راي في هذا الموضوع، لهم طرح في هذا الموضوع، لهم فكر في هذا الموضوع، يطرحوه على مجلس القضاء، يطرحوه على المحكمه الدستوريه، يطرحوه على مجلس الدوله، يطرحوه على القضاء كله مجتمعا، بحيث ان احنا نقعد ونتفاهم في هذا الموضوع ازاي نمنع الموضوع ده، ونجعل ان اي ملف يروح لاي محكمه ما تبقاش المحكمه دي سبق وان احد قضاتها ابدى راي في هذا. طيب انا برضو عايز اقول لحضرتك، هل من الانصاف ان احنا نقول ان كمان النخبه السياسيه بكافه اطيافها ساهمت في الوضع المتازم اللي احنا فيه ده؟ لان كل كميه الخصومات التي احيلت للقضاء في كل شؤون حياتنا في السنتين تقريبا اللي عدوا دول، كل حاجه راحت للقضاء، ما فيش حاجه قدرنا نتفق عليها، فاصبح القضاء مع الوقت هو جزء فاعل في اللعبه السياسيه، شئنا ام ابينا، ودخل الحكايه. مش هتكلم طبعا على نوايا التسييس وعدم التسييس، ولكن اللعبه بقت معقده بشكل يعني تصعب على اي حد ان يفك الغازها يا استاذ عصام. صحيح، وشيء من هذا انا الحقيقه يعني اهم فايده من لقاء النهارده مع الدكتور مرسي هو اللي حضرتك بتتكلم عليه ده. هو حاله من حالات التسامح والتصافي، ودعوه الى التوافق، ودعوه الى فتح كل القلوب لبعضها، ودعوه الى سماع كل الاراء، وبرعايته الدكتور مرسي. ومش بقى ان هو هيتدخل في تشكيل الجمعيه التاسيسيه، لا، هو مش سلطته لا تمتد ابدا لاعاده تشكيل الجمعيه التاسيسيه، ملوش سلطه في هذا، ولكن بصفته رئيس الجمهوريه يستطيع ان يجمع الفرقاء السياسيين وان يجلسوا معا وان يصلوا الى توافق، وان يكون هذا التوافق عنوان لمرحله كلنا عايزينها، اللي انت حضرتك بتتكلم عليها استاذ معتز، وهي ان احنا نهدى، وان يبقى في شيء من التسامح، ويبقى في شيء حتى من التنازل عن القضايا والقضايا المتبادله وغير ذلك، بحيث ان يبقى المجتمع المحتقن ده يحصل له حاله من الهدوء عشان يلتقط انفاسه. النهارده الدكتور مرسي اتكلم مثلا على قضيه الاستثمار. قضيه الاستثمار مفيش حد هيحط فلوس يا استاذ معتز في البلد، ومفيش فيها دستور، ومفيش فيها مؤسسه تشريعيه، ومؤسساتها الدستوريه كلها لم تكتمل. مستحيل
ده يبقى راجل مجنون اللي يحط فلوس في البلد بالشكل ده. وبعدين اتكلم وقال ان في دول قريبه مننا منها يعني من ضمن اهم يعني اولوياتها ان هي تجعل البلد في وضع غير مستقر عشان خاطر تجذب رؤوس الاموال وتجذب السياحه، وده كلام صحيح. صح، ده حقيقي. فاحنا لو يعني مشينا في السكه اللي النهارده اتفقنا عليها في لقاء دكتور مرسي وتوافقنا في خلال المرحله القادمه واتكلمنا في بعض الامور المختلف عليها بسيطه، وهي بسيطه جدا لا تزيد عن 3 مواد الان في الدستور، ومنسب والعلا طرح الحقيقه النهارده هايل، وباذن الله ال3 مواد دول يخلصوا خلال ايام ونحط دستورنا بسرعه ونبني مؤسساتنا، وبعدين بعد ما نبني بقى مؤسساتنا وبلدنا تستقر وتلقط نفسها نقعد نختلف من هنا للصبح. طيب، حد فتح مع دكتور مرسي حكايه الوعد اثناء الانتخابات الرئاسيه انه يعيد تشكيل الجمعيه التاسيسيه رغم ان الدكتور مرسي ما قالش خالص انا لم اعد باعاده تشكيل الجمعيه التاسيسيه لان ليس من سلطتي. يعني علق على الموضوع ده النهارده. طبعا قال كده بالنص، قال ازاي قاعد بما لا املك. هو انا لا املك، قال كده، قال لا املك ان انا اعيد تشكيل الا اذا قام عائق، ده موضوع ثاني. اعلان الدستوري. طيب الاحتداد انت قلت ما كانتش خناقه ولكن احتداد في المناقشه، انتهى ازاي؟ بالفعل تدخل دكتور مرسي لحل الموضوع بينك وبين استاذ سامح عاشور؟ لا والله لا، ما فيش اي حاجه. استاذ سامح يعني صديق عزيز، ويعني ده النقيب بتاعنا يا عم، ده يعني ما احنا يعني ما فيش حاجه خالص يعني، بالعكس وقومنا عادي جدا وسلمنا على بعض وهنتقابل كمان شويه يعني، ما فيش اي حاجه ان شاء الله. طيب، كل سنه وانتم طيبين. يا رب نفحات الايام المباركه دي تحل على مصر كلها يا استاذ عصام، يا رب، ويكون التوافق يعني يا رب يا رب يا رب. وكل سنه وانت طيب والمشاهدين، وان شاء الله مصر تبقى بخير، وان شاء الله بعد العيد مباشره نبذل اقصى ما نستطيعه لانجاز الدستور باذن الله، ويحصل عليه استفتاء وندخل في انتخابات مجلس الشعب، وان شاء الله نستكمل بناء مؤسساتنا. يا رب يا رب. استاذ عصام سلطان، بشكر حضرتك شكرا.